العالم من حولنا يمر بلحظات فارقة. إرهاب وترويع للمدنيين، أشقاء في محن، ضحايا كل يوم. في اللحظات الحاسمة يتطلع الوطن إلى قيادة واثقة تحمي استقلاله ولا تغامر بأبنائه. القيادة هي القوة. أنني لن أسمح تحت أي ظرف من الظروف أن يعتدى على شبر واحد من أرض مصر. مش هيعدي 24 ساعة إلا لما أكون خدت حق بلدي بإيدي وعندي القدرة الكافية أن أضع هذا. القيادة هي الحكمة. وكل دولة لها سيادتها ولها كرامتها. احنا بنتعاون مع جميع دول أمريكا وروسيا وفرنسا وكل دول العالم اللي لنا مصلحة في هذا، ولكن ما فيش حد بيمس السيادة المصرية. القيادة هي المصداقية. إما كنتش هتحرك بسرعة وابني كهرباء كميات كبيرة، أصلح المرافق، أوجد محطات مية، نبني مساكن، نعمل طرق، نعمل تليفونات، لن يكون هناك استثمار. القيادة هي رب الأسرة. البعد الاجتماعي عندنا عملية أساسية ومهمة جدا. لازم أعرف المواطن العادي هيتأثر بإيه. أهم نقطة عندي لأن أشعر بشعوره، لأن المواطن العادي الغلبان ده لما أنا أرفع كده وأشيل الدعم هنا وأشيل هنا وأشيل هنا، وبص له هو لا عارف ياكل ولا عارف يلبس ولا عارف يتعلم. عاش حياته كلها للوطن والمصر. محمد حسني مبارك، القيادة والعبور للمستقبل.